دايما لما بيجي لي حد صلع وراثي درجه 6 او 7 بقول له ان المفروض نعمل العمليه على مرحلتين. بنستعيد خط الشعر ومنطقه الميد سكالب لحد بعد المنتصف، وبنستأنف بعد عام من العمليه الاولى زراعه المنطقه الخلفيه او منطقه الكراون. طبعا كل المرضى بيبقى عندهم تخوف واحد بس، انا شكلي هيبقى عامل ازاي هيبقى ماشي بنصين، نص فيه شعر ونص بيبقى فاضي. طبعا بيبقى عايز يشوف، مش متخيل المنظر، حاسس ان هو كده المنظر هيبقى سخيف او مشوه اكتر منه منظر جمالي. طيب انا في الاول طبعا انا عايز اطمنكم، فكره المرحلتين مش بالسوء اللي انت متخيلها. ليه بقى؟ لان هو الشعر ما بيطلعش لفوق، الشعر بيطلع لورا. طبعا ده بيغطي معاك حوالي تلت او نص كمان المساحه الفاضيه على قد ما انت تطول شعرك، لان هو بيديك عمق للخلف وبيديك زي ايه تغطيه على المنطقه الايه الفاضيه. مع العلم كمان ان احنا بندي بروتوكول علاجي قوي جدا عشان نحسن من نتيجه المرحله الاولى، ده بالتبعيه بيحسن من نتيجه الايه التاج، او بيغذي الشعر شويه، او لو بيبي هير ممكن يطلع شويه بيحسن المنظر شويه. طيب يا جماعه احنا عايزين نتفرج بيبقى المنظر عامل ازاي. ده صديقي كان حالة صلع وراثي من الدرجه 6. احنا زرعنا مرحله، طبعا انا هعرض لكم الصور من الامام وصور من الايه من اعلى. زرعنا المرحله اللي هي تقريبا كانت نص الراس، ودي النتيجه وانا بصور لكم فيديو. يكاد يكون المنطقه الخلفيه كمان اتحسنت الحمد لله بشكل كويس، بس طبعا ما اتملتش بايه بشكل كبير لان هي كانت فاضيه تماما، بس اتحسنت شويه والمنظر بقى منطقي. الراجل مطول شعره، واخد طبعا بروفايل فيو حلو قوي اللي هو المنظر الامامي، والشعر راجع لورا مغطي. نقدر ان شاء الله يعني تيجي دي مثلا كان بعد حوالي 8 شهور، كمان 4 شهور ان شاء الله نزرع التاج وناخد تغطيه كامله باقل هدر البصيلات وباقل ضرر للمنطقه المنحه. وباذن الله برضو الفتره الجايه هعرض لكم ايه حالات درجه 6 و7 كتير عملنا لها مرحله ومستنيه مرحله اخرى بعد سنه ان شاء الله. متشكر جدا لحضرتك.